مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج شطبها صح. انا مهندس حامد احمد، والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن بند الارضيات. عمرك فكرت ان الارضيه اللي بتمشي عليها كل يوم ممكن تكون سبب راحتك او سبب تعبك؟ اختيار الارضيات مش رفاهيه، ده اساس الراحه والنظافه والشكل النهائي اللي هيعيش معاك السنين كلها. في حلقه النهارده هنعرف ازاي تختار الارضيه الصح وايه الاخطاء اللي لازم تبعد عنها 100%. اولا انواع الارضيات. السيراميك عملي، سهل التنظيف، اقتصادي، مناسب لكل الغرف. البورسلين افخم واقوى، شكله شيك، سعره اعلى، محتاج فن شاطر عشان يطلع صح. الباركيه او الاتش دي اف بيدي احساس بالدفء وشكل مودرن، حساس جدا للميه، محتاج عنايه اكتر. الرخام او الجرانيت فخم جدا، سعره عالي، تقيل في الوزن، وغالبا بنستخدمه بس في الاماكن المفتوحه والمداخل. الايبوكسي او البي في سي ده حديث ومودرن، سهل في التنظيف، ينفع في المطابخ والحمامات وبعد الحالات الخاصه اللي هي زي المخازن والمستشفيات. تمام. ثانيا، ازاي تختار الارضيه المناسبه؟ اسال نفسك مين هيستخدم الارضيه، كبار السن ولا الاطفال؟ هتركبها فين، مطبخ ولا حمام ولا صاله ولا غرفه نوم؟ ميزانيتك كام؟ الحاجات دي كلها لازم تسالها لنفسك قبل ما تختار. برضو شكل الارضيه لازم يليق على باقي التشطيب، ما ينفعش الحوائط تبقى بيج وتحط الارضيه جراي، لا، خلي الحوائط تبقى متناسقه مع الارضيه. لو حضرتك هتركب بورسلين او سيراميك، افضل انواع البورسلين الاسباني، الهندي، ده بالترتيب: الاسباني، الهندي، الصيني، المصري اللي هو الجوهره، كليوباترا، جالوريا. افضل طريقه لتركيب البورسلين بجميع مقاساته. الحوائط تتمحر بدقه عاليه جدا، تاكيس وتربيع وزاويه 90. الارضيه، بالنسبه للارضيه بتتمحر بدقه عاليه جدا، بؤد او بتار، ويفضل استخدام ميزان ليزر اثناء المحاره. والتركيب هيبقى بماده سوتكس يو ابيض، كيماويات البناء الحديث، او السيفيتو بورسلين. وكمان هنستخدم فواصل وكليبسات ملي ونص، ما يقلش عن كده، لازم ملي ونص، من ملي ونص ل 2 ملي، ما يقلش عن كده عشان التمدد والتقويس. طبعا الافضل ان الصنايعي يشتغل بهزاز، ده الافضل عشان يفرغ الهواء. الطريقه الثانيه، ودي اقل تكلفه شويه واقل جوده في الشغل، بمونه عادي بس اضافه دبوند للمونه، وطبعا بندهن ظهر البلاطه بماده السوتكسيو. وطبعا ده لازم كليبسات وتبقى 1.5 مللي، من 1.5 مللي ل 2 مللي. تمام. اما بالنسبه للسيراميك العادي، الافضل الانواع: الجوهره، بلاتينيوم، كليوباترا، ارت، جولوريا، جرانيتو. تركيب السيراميك، القطع الليزر الافضل يركب بفواصل وكليبسات عشان التقويص، لازم فواصل وكليبسات علشان التقويص. كمان للاسف حاليا في مصر اغلب الشركات فيها عيوب، بيبقى فيه التقويصه في البلاط، فالافضل ان احنا نستخدم الكليبسات علشان نتفادى التقويصه دي. افضل ماده للزقيه حاليا كابا الاسباني، ودي متوفره في السلاب او محجوب. بعد كده سيتوفيل، كيماويات البناء الحديث، او جيروت. بلاش تسقل بالاسمنت الابيض، الاسمنت الابيض مع الوقت بيفرقع. طبعا الاهم من ده كله ان احنا نختار فني كويس، لان الفني عليه 90% من الشغل، حتى لو البلاطه فيها تقويصه الفني ممكن يتفادى التقويصه دي. اهم حاجه ان احنا نتفادى ان نختار فني كويس. خليك دايما متابع الصنايعي وقت التركيب. الصنايعي لازم يشتغل بميزان ليزر، لازم يشتغل بهزاز، لازم يشتغل بكليبسات. الحاجات دي كلها لازم تخلي بالك منها جدا: كليبسات، هزاز، ميزان ليزر. تمام. نصيحتي لحضرتك في نهايه الحلقه: اشتري زياده 10% من مساحه الارضيه احتياطي للكسر او التعديل. خليك دايما متابع الصنايعي وقت الشغل. ركب الارضيات بعد الانتهاء من المحاره والسباكه والكهرباء. لو اخترت الارضيه غلط هتعيش معاك تعب سنين، لكن لو حسبتها صح من الاول هتعيش مرتاح. لو عجبك الكلام ما تنساش تشوف باقي حلقات شطبها صح. انا مهندس حامد احمد،
ولو عجبتك الحلقه شيرها، وما تنساش تعمل لايك وكومنت. سلام.